السلام عليكم اخوتي، كنتمنى بانكم تكونوا بخير وعلى خير. كنظن اخوتي بانكم كامل شفتوا دوك الفيديو ديال ايمن سنايبر اخوتي اللي لقاوه الدراري في القنيطره. كان مضر، كان في واحد الحاله اللي يرثى لها اخوتي. ايمن سنايبر اخوتي بالنسبه للناس اللي تعرفوه هو واحد الدري اخوتي متخلق زوين، عنده قناه في يوتيوب دير واحد المحتوى ديال الاكتشافات ومخاطره. يبغى اخوتي يمشي لشي بلايص، مثلا يمشي لشي كوخ، يمشي لشي منطقه تاريخيه، يبدا يهضر عليها، يبدا يعرف عليك ديك المنطقه كيفاش تولات بحال ما هكاك، ولا شنو البدايات ديالها وشنو الاسرار ديالها. الدري اخوتي كيدير واحد الفيديوهات ديال الاكتشافات، محتوى زوين ولكن في واحد المخاطره اللي كيمشي لشي بلايص حساسه وكيهضر في شي مواضيع اللي حساسه شويه. المحتوى ديالو قريب للمحتوى ديال ابن الناس اللي كيعرفوه. الدري تا هو تيمشي يدير مخاطرات، يمشي يدير شي حوايج اللي خطيره، ولكن داك الدري اخوتي كيبان بانه مجرب من صغره هو كيخاطر. بنو ناس ديما تيخاطر، باينه في من الفيديوهات ديالو كيفاش تيديرهم، باينه مولف داكشي. كما شفتوه راه مشى لتايلاند، جرب ماكلات وجرب شي بلايص خطيره، ودري باقي كيما هو على نفس المحتوى ديالو. اما ايمن سنايبر اخوتي تيمشي لشد دوك البلايص، وانا خوتي كنت متبع تنتفرج، كنت متبع غير فيديوهات تيطلعوا لي شي فيديوهات تنتفرج فيهم، وكنقول اخوتي مع راسي هذا المحتوى اللي داير ايمن ما غاديش يخرجوا، ما يخرجوش مزيان، لانه خوتي راه تيمشي شي بلايص وتيهضر على شي حوايج اللي خطيره صراحه. المهم اخوتي هذه الصوره ديالو فاش صابوا في القنيطره اخوتي، صابوا واحد الدراري وبقاو تيهضروا معاه، وقفوا معاه اخوتي تعيطوا على الناس اللي تيعرفوه باش يجيو يديوه. وكان تيدير واحد الحركه بالايد ديالو اخوتي، تيشد صبعو تيحطو على الراس ديالو، تينيش به على الراس ديالو. ديك الحركه كاين بزاف اخوتي اللي تيتفرجوا في الانيم، قال لك كاين واحد الانيم تيدير ديك الحركه وما عرفوش السر ديالها. ناضوا شي وحدين قال لك اللي تفرجوا في انيم ديال هذاك الرسوم اخوتي، اللي الناس اللي تفرجوا فيهم قال لك ديك الحركه تعني بانه عندو انفصام في الشخصيه. وهذا الشيء اللي قالوا بعض الدراري اخوتي اللي تفرجوا في الانيم. وبالنسبه لايمن اخوتي، انا الفيديوهات اللي تفرجت فيهم، انا تبعت غير شويه ديال الفيديوهات ديالو، تنتفرجها شويه وما متبعوش اصلا. الفيديوهات كيطلعوا عندي كنتفرج شويه وتنخرج. داكشي اللي شفت اخوتي، قلت هذا السيد هذا ما غاديش يخرج من هذا الشيء سالم، هذا الشيء خطير اللي تيدير، لانه الناس اللي متبعينه عارفين شنو كيدير. وداك الشيء اخوتي خاص الواحد يبعد عليه، هذاك الشيء ديال الامر ديال الله سبحانه وتعالى، وداك الشيء خطير، ما خاصش الواحد يقرب ليه نهائيا. المهم اخوتي هذه هي الحركه اللي قلت لكم قبيله دارها ايمن سنايبر. كاين بزاف قال لك انه هذه الحركه تتعني انفصام في الشخصيه، وكاين بزاف الناس اللي كانوا متابعينه قال لك بان ايمن سنايبر كان تيتبع دوك الكتب ديال سميتو، ما نقولش لكم ثاني هذا المصطلح هذا، مهم ديال داكشي اللي حرمه الله سبحانه وتعالى، داكشي ديال الخيال. نتوما راكم عرفتوا، تبقى قال لك واقيلا بقى تيقرا دوك الكتب وكيفسر فيهم هذاك الشيء اللي اثر فيه، ولا شي حاجه، ولا قرا شي حاجه هي اللي رجعته في هذه الحاله هذه. المهم اخوتي كل واحد وكيقول التاويل ديالو. انا بالنسبه لي اخوتي ايمن سنايبر هاد الشيء هذا اللي قالوا هاد الناس هادو ما عرفتش، انا قلت محال واش غادي يكون واقع لي هاد الشيء. انا التاويل ديالي هو انه مشى لشي بلاصه بصح كاين فيها داك الشيء، كاين فيها واحد البلاصه اللي مهجوره، وكانوا فيها دوك اللي كاين في الخيال ديالكم اخوتي، واللي كيسكنوا بنادم ساكن تما. ايمن اما انه امن بانهم موجودين، فهمتي، دخل الوجود ديالهم هما داكشي علاش دخلوا فيه. اما شي واحد اخوتي من الناس اللي قرابين منه عنده مع شي مشكل ولا شي حاجه، هو اللي ناض دار لي شي حاجه، اما في الماكله اما شي لعيبه، الناس اللي كيخرج معاهم. المهم راكم عارفين اخوتي هاد الزمان ما بقاتش فيه الثقه، وهو يقدر يكون خارج مع صحابه ولا شي ناس تعرفهم، وهو مسكين كيسحابوا بانه نيتهم صافيه وتايق فيهم، وما يديروا لي شي حاجه اخوتي وما يردوا في هذه الحاله هذه. هادو هما التاويلات اللي غيقدروا غيكونوا اخوتي. واللحظه اخوتي اللي شكيت بانه ايمن سنايبر غتوقع لي شي حاجه،
هو انه فاش غير المحتوى ديالو، كان داير داك المحتوى ديال الاستكشاف وديال داكشي، وواحد اللحظه غير المحتوى ديالو، ردو ديال القران الكريم وتفسير القران الكريم وديال الانبياء. وراكم عارفين ديال الانبياء، الناس اللي متبعينهم بزاف راه غيشوفوه فاش دار سويتش هو يقلب المحتوى ديالو. شفت انا هذاك الشيء، قلت هذا السيد غتوقع عليه شي حاجه ولا تاثر بشي حاجه ويولي ويرجع للطريق، عرف بانه شي حاجه خطيره كاينه تما، ورجع للطريق، مسح هذاك المحتوى كامل، قال نتوب الله سبحانه وتعالى قبل ما توقع لي شي حاجه. هو يولي يلوح داك المحتوى ديال القران الكريم وكيف السر في الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء. المهم راكم عارفين اخوتي. المهم اخوتي هادشي اللي كاين، وتحياتي لكم.